صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفي فيه الفيديو. ان شاء الله تشوفي الفيديو ده يعجبك وتجربي احلى صينية مكرونة بالبشاميل في خلال نص ساعة. هتكون جاهزة ومتقدمة على السفرة. هنعملها من الالف للياء زي ما المكرونة الاصلية اللي بدون اي اضافات وبدون اي حاجة، وان شاء الله هتعمليها وتطلع معاكي تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية كده عشان ان انا انجز وقت، وبنتي نايمة علشان هي دقيقتين وهتصحى تكمل معايا بقية الفيديو. حطيت على عين من البوتاجاز حلة ماء المكرونة، وحطيت فيها شوية ملح، محطتش اكتر من كده علشان البشاميل اللي يمسك على المكرونة ويلزق كده يبقى طعمها جميل. فعلى العين التانية قطعت بصلتين للسجق. انا النهاردة هعملها بالسجق. جيت اعملها بلحمة مفرومة ما لقيتهاش عندي، فلقيت اللي عندي السجق فقلت هعملها بيها وان شاء الله هتطلع حلو. قطعت البصلتين ورشيت عليهم رشة زيت كده، يعني تقريبا معلقة او اتنين، مش كتير عشان انا مش عايزاها تقيلة. الصينية المكرونة دي اقتصادية بشكل وطعمها حلو بشكل، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. البصلتين كده حطيت عليهم تبلتهم بملح وفلفل وكمون، محطتش اكتر من كده، وشوية الزيت بس، وهسيبها لحد لما تتبل. المية ابتدت ان هي تغلي، كنت سبتها كده بالشكل اللي قدامك ده كده تقريبا دقيقتين تلاتة، فلقيتها ان هي مش هتغلى اكتر من كده، فقمت حاطه فيها كيلو المكرونه. لو ما عندكيش مكرونه قلم ممكن تعملي باي مكرونه متوفره عندك وهتبقى طعمها حلو. ما عندكيش السجق وعندك لحمه مفرومه اعملي وهتبقى طعمها حلو. عندك بواقي فراخ، اعملي لها بصلايه كده وشويه فلفل، سواء اخضر او الوان، وبرضه هيبقى طعمها حلو. اي حاجه عندك عايزه تحطيها عليها، عايزه تحشيها بيها، عندك كبد وقوانص، اي حاجة عندك اعمليها. ما تقفيش على الوصفة فيها كذا يبقى هي كذا، لا، جربي واعملي والطعم اللي يعجبك اثبتي عليه. دلوقتي بقى حطيت نقلت السجق على العين اللي هي الاكبر، وحطيت الحلة في العين الصغيرة شوية دي تعمل تسخن. وده فلفل الوان كنت انا مفرزاه قبل كده فطلعته، بس كان متجمد قوي، فهزوده شوية مية منها البصلة تستوي ومنها هو يفك. المهم شوحت الاول السجق ده شوية كده، بس ما حطتلوش بقى ولا ملح ولا بهارات ولا اي حاجة، انا كده كده حاطه الفلفل والكمون والملح قبل كده. هسيبه بقى مع نفسه كده شوية. وهنا المكرونة بتغلي في ناحية وحطيت زيت تقريبا كده 4 أو 5 معالق، وهسيبه ان هو يغلي يسخن شوية. هقلب بقى في المكرونة كده عشان ان هي ما تلزقش في الحلة ولا تلزق في بعضها. هحط الدقيق 4 5 معالق، 4 ونص، 4 براحتك زي ما انت عايز. بقلبه هنا كده. لقيت الدقيق بقى اكتر من الزيت، هزوده شوية زيت، حاجات بسيطة خالص، يعني تقريبا نص معلقة معلقة بس مش اكتر. هقلبه معاها كده.
ده لبن اللي هو بخير نص كيلو او الكيس الصغير، مش عارفه هو نص بالظبط ولا لا. بس هو ده كيس واحد. فضيته كده كله، ايد بتفضي وايد بتقلب علشان ما يكلكعش، وقلبت شويه وزودت الباقي ميه. من ناحيه بتبقى خفيفه علشان انا جوزي ما بيحبهاش تقيله، يعني ما بيحبهاش بياكل فيها وهي تقيله كده، فبزودها ميه. عايزه تزوديها شوربه، عايزه تعملي بشوربه وميه براحتك، عايزه تعملي بلبن وشوربه براحتك، عايزه تعمليها بشوربه بس براحتك. كل حاجه منها بيبقى ليها طعم. عايزه تعمليها بلبن بس برضو براحتك. انا كنت بعملها الاول بلبن بس، كانت بتبقى تقيله قوي، هو مكانش بيرضى ياكل منها. بقيت ان انا بزودها ميه بس، بعمل لبن، بعملها بلبن وميه، بتبقى خفيفه وبيبقى فيها لبن وبيبقى طعمها حلو. كان السجق خلاص خلص وركنته، والمكرونه برضو. نقلت بقى البشاميل ده على عين اعلى، على اعلى عين يعني في البوتاجاز، لان بنتي كانت على دراعي وكانت بتزهقني، المفروض كانت متزهقه وبتعيط وكانت بدات توترني. خلاص هي المفروض ان انتي تعمليها على نار وسط او على نار هاديه لحد لما يربط معاكي براحته، بس انا كنت مستعجله فنقلته على الشعله الاكبر. عايزه تضيفي اللي هي الحاجات اللي بتضيف الطعم براحتك. الوصفة دي الأصلية خالص خالص، بتاعت ست وستك، اللي هي ما فيهاش أي حاجة، دقيق واللبن والفلفل والملح بس. عايزة تضيفي جبنة، اللي هي الجبنة المثلثات أو الجبنة الكيري، أي نوع جبنة عندك ضيفيها. عايزة تضيفي قشطة ضيفيها، عايزة تضيفي جبنة موزاريلا ضيفيها. انا كده كده هحط على الوش، فقلت بقى بما انها اكله اقتصاديه فلا ما زودش في حاجتها يعني. افضل اقلب كده لحد لما يربط معايا ومش عارفه هو طول ليه معايا المره دي، تقريبا عشان كنت مستعجله فهو كان بيعاند معايا. المهم على ما البشاميل بتاعي يربط، دوسي لايك، دوسي لايك واكتبي لي كومنت حلو، واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه فيها، ده فضلا وليس امرا. هنا بقى بعد خلاص لما البشاميل ربط وبنتي نامت ان شاء الله كده 3 دقايق، قلت بقى ارص الصينيه، حتى لو صحت هسيبها تعيط لها دقيقه واروح اولع عليها الفرن، بس برضو ما لحقتش. المهم جبت الصينيه دي وحطيتها، وحطيت فيها شويه زيت وشويه بشاميل من الارض في الارضيه بتاعتها كده، وقلبت شويه بشاميل على المكرونه بعد ما اتصفت، بس ما كترتش فيها بصراحه، المفروض يبقى اكتر من كده. هرجع احط شويه بشاميل كمان، قلت هي شكلها يعني لسه الصينيه من قعرها كده باين، فقلت اما احط شويه يدلوها. هي اصلا انا هغير الصينيه دي كلها، انا كنت فاكره ان هي يعني انا بحب المكرونه بالبشاميل اللي هي تبقى اللي هي الجوس المهريه كده، ما بحبهاش قطع، ولو بقت قطع ما تبقاش قطعه كبيره، تبقى حاجه صغيره كده رفيعه زي الجلاش كده. فلقيت ان الصينيه دي مش هتنفع معايا لان الحرف بتاعها مش عريض، فنقلتها في الصينيه التيفال. وهنا بشتغل بايد واحده عشان بنتي رجعت صحت تاني. هنا بقى السجق حطيته على المكرونه. لو انت عايزه تحطي فلفل اخضر بدل الالوان
لو انت مش عايزه تحطي فلفل اصلا براحتك. الطعم ده حسب انت بتحبي ايه وبتاكليه. في ناس ما بتحبش السجق اصلا، فعادي مش مشكله ما تحطوش. عايزه تحطي بواقي فراخ، بواقي لحمه، لحمه مفرومه، اي حاجه. عايزه تعمليها نص كده ونص كده برضو براحتك، عادي مش مشكله. هحط بقى التانية شويه البشاميل، طبقه المكرونه وشويه البشاميل اللي باقيين. والبشاميل ده عشان كنت بقلبه على طول، طالع كريمي كده وناعم وشكله فعلا جميل وطعمه اجمل واجمل. وطبعا الملح، خلي بالك من الملح، خلي بالك من الملح، خلي بالك من الملح. انا ما كترتش ملح، فكانت طالعه معقوله. غير ان الجبنه حادقه، مش عارفه ليه حسيت بطعم الجبنه فيها كده، ان هي مديالها حدق زياده، بس كان حلو، هي كانت مظبوطه كده. دخلتها الفرن تقريبا 10 دقايق على نار هاديه. وده كان بقى شكلها. بس بتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. هتجربوها هتبقى تحفه. احلى مكرونه بالبشاميل اللي كلتيها، اقتصاديه وسهله وسريعه. في خلال نص ساعه كانت جاهزه. برغم كل المحاولات البائسه ان هي تفشل معايا من زن بنتي، بس الحمد لله طلعت مكرونه طعمها تحفه وكانت سريعه وسهله والله. ان شاء الله هتجربيها وتعجبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.